كانت عقارب الساعة تدق 2 بعد منتصف الليل، ولف السكون الأبدي شوارع دمشق القديمة، إلا من حفيف أوراق الشجر الذي يبدو وكأنه يتلو تعويذة قديمة. في قلب هذه المدينة التي تنام على طبقات من التاريخ يتربع زقاق الجن، اسم يتردد كوشوشة خفية بين سكانها، ويحمل في طياته غموضا يفوق أي تفسير. لطالما كان هذا الزقاق الواقع في منطقة البرامكة محورا للقصص المخيفة التي تتناقلها الأجيال، لم يكن مجرد شارع عادي يوما، فقبل أن تبتلعه أسفلت المدن وورش إصلاح السيارات كان بساطا أخضر من البساتين الغناء، حيث تتشابك أشجار الجوز العملاقة لتحجب ضوء الشمس وتلقي بظلالها الكثيفة التي تجعل المكان مظلما وباردا حتى في عز النهار. تلك الكثافة الخانقة والظلمة التي لا ترحم كانت كافية لزرع بذور الخوف في قلوب العابرين. تروي الحكايات أن الأصوات الغريبة التي كانت تتردد فيه ليست مجرد صدى للرياح، بل همسات خفية لكائنات لا ترى، أصوات تتداخل مع حفيف الأوراق وتنساب كأنها دعوات من عالم آخر. وعندما يصرخ أحدهم في غفلة من الليل يرتد إليه صدى صوته بأكثر مما يطيق، وكأن قوة خفية تعيد إليه نداءه مضاعفا، مما يثير الرعب في أوصال من يسمع. تلك الرائحة الغامضة التي كانت تفوح في الزقاق، رائحة المسك والبخور، لم تكن تأتي من أي محل عطارة معروف، كانت تظهر وتختفي دون سابق إنذار، تزداق كثافة في الليالي المقمرة وتتلاشى مع بزوغ الفجر، مما دفع البعض للاعتقاد بأنها نفحات من عالم الجن الذي يسكن هذا المكان. ولعل الأكثر رعبا هو البيوت المهجورة التي كانت تقف شاهدة على عصور مضت، جدرانها متصدعة، نوافذها بلا زجاج، وأبوابها موصدا إلى الأبد. يقول السكان أن تلك البيوت مسكونة، وأن كل من حاول السكن فيها لم يكتب له البقاء. فالمضايقات تبدأ ببطء، أصوات حقبات في الظلام، أبواب تفتح وتغلق من تلقاء نفسها، ثم تشتد لتصل إلى حد الأذى الذي يدفع الساكنين للفرار، تاركين خلفهم ممتلكاتهم وذكرياتهم، ويضيفون قصة جديدة إلى سجل الزقاق الأسود. تلك الليلة كان يوسف باحث في التراث الدمشقي يتتبع خيوط هذه الأساطير، تجرأ على دخول زقاق الجن في ساعة متأخرة، يحمل مصباحا يضيء دربه بخجل وقلبا تتصارع فيه الشجاعة مع الخوف. لم يكن يبحث عن إجابات منطقية، بل عن الشعور ذاته، عن تلك الهالة الغامضة التي دفعت الناس لنسج كل هذه الحكايات. كلما توغل أكثر شعر ببرودة غير مبررة تتخلل ملابسه، وكأن الهواء نفسه يتثاقل بوجود غير مرئي. أطفأ مصباحه للحظة ليغرق في ظلام دامس، ويكاد يسمع دقات قلبه تتسارع. هل هذه مجرد أوهام؟ أم أن ظلال أشجار الجوز العتيقة تتحرك حقا؟ هل الرياح تهمس أم تتردد أصوات من عالم آخر؟ فجأة شعر بلمسة خفيفة على كتفه، باردة كالجليد. تجمد يوسف في مكانه، لم يجرؤ على الالتفات. سمع صوتا خفيفا جدا يكاد يكون مجرد نفس ينادي اسمه: يوسف. لم يطق يوسف البقاء لحظة أخرى، ركض بكل ما أوتي من قوة، تاركا وراءه الظلام والهمسات والرائحة الغامضة. لم يتوقف حتى وصل إلى أضواء الشارع الرئيسية. ما زال زقاق الجن قائما اليوم، يعج بالضجيج والورش خلال النهار، لكنه يحتفظ بسره في جوفه، يهمس به مع كل نسمة ليل باردة، ويتركه للخيالات لتصوغ منه قصصا لا تنسى.
فهل هو مجرد شارع قديم أم أن هناك شيئا آخر، شيئا غامضا يتربص في ظلاله؟